عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الصباح المتجدد والجديد دائما من صباح الكوفية، وهذه الفقرة الختامية ومع الفنان خليل سرور، فنان التشكيل الذي يعني يرسم بالنقش والحرق على اللوحات الخشبية، ونظم الكثير وشارك بالعديد من المعارض الفنية. الحديث أكثر عن ونتعرف أكثر على خليل سرور فنان التشكيلي. بداية يسعد صباحك. يسعد صباحك محمد، وصباح جميع السادة المشاهدين. بداية أنا خليل سرور، بعمل في مجال الرسم بالحرق على الخشب. نعم. الرسم بالنار. تمام. طبيعة عملي تقوم باستخدام اللي هو كاوي حر، يعمل باستخدام الكهرباء. نعم. زي ما أنت شايف رسوماتي هيها. تمام. هذا الرسم بيتم من خلال استخدام كاوي، يعني على خلاف أنواع الرسم الأخرى، مثلا بيستخدموا ريشة، بيستخدموا قلم رصاص في الرسم. في أنواع الرسم الأخرى هان أنا بستخدم اللي هو كاوي حر. نعم. طبعا الخطأ عندي ممكن يؤدي باللوحة إلى الهلاك، لأنه ما في إنك تمسح وبعدين ترجع تاني. صحيح. نعم. طيب. وهان في عندنا صورة للشهيد الراحل ياسر عرفات. نعم رحمه الله. رحمة الله عليه. يعني الدقة عالية طبعا جدا. صحيح. الرسم بالحرق يحتاج إلى دقة عالية وتركيز عالي، وبيحتاج إلى يعني كفاءة عالية في الأداء. نعم. تمام. كم مرة يعني صار معك إنه حاولت تعيد الرسمة أكثر من مرة لأنه ما زبطت معك؟ هو صراحة أنا على سبيل ذكرك للسؤال، يعني إلي 3 سنين بمارس، هذه السنة الرابعة حاولت أعرض رسوماتي على السوق على الناس، فلقيت إعجاب شديد يعني من الناس، وصار في إقبال على هذه الرسومات. يعني مثلا بدي ترسم لي رسمة كذا، بدي تعمل لي كذا بالحرق، ففي إعجاب يعني شديد من قبل الناس. جميل. قديش تاخذ معك اللوحة؟ هو صراحة بتاخذ وقت، يعني بدها يوم أحيانا في ظل انقطاع الكهرباء. يعني هذه الكهرباء أنا بتشكل عائق كبير قدامي. نعم. في إنجاز رسوماتي. في معي رسمة. يعني يوم كم ساعة باليوم محتاج الرسم بالحرق؟ هو تقريبا يعني بدي معدل 8 ساعات لأنجز لوحة بالحجم هذا. يعني نهار كامل. نعم. طبعا بداية برسمها بقلم رصاص، بعد هيك بستخدم اللي هو الكاوي الحر. بالمناسبة يعني أنا بستخدم أداة واحدة بالحرق اللي هو الكاوي، يعني بطلع فيه كل درجات الظل زي ما انت شايف. لدرجة ان انا بظهر مثلا اللون الابيض. نعم. طبعا درجة اللي هو الشيب. نعم. في رسم البورتريهات. هذا الجانب بيحتاج الى يعني دقة عالية ومهارة عالية للشخص اللي برسم بالحرق. نعم. هان معي صورة للشهيدة دارين المغربي. نعم. تمام. زي ما انت شايف شاركت في العديد من المعارض، من ضمنها معرض عرفات والثورة. نعم. جميل. كم معرض شاركت؟ هو كان بداية ظهوري في معرض عرفات والثورة يعني قبل عام، في ذكرى رحيل ياسر عرفات. نعم. شاركت في تقريبا 70 لوحة. كانت اللوحات تمثل شخصيات وطنية. أهمها كان التركيز على الشهيد ياسر عرفات. نعم. جميل. ذكرت أنه في باقي لوحاتك موجودة بالضفة الغربية. صحيح. أنا يعني من فترة، يعني تقريبا من سنة وجاي يعني طلعت رسوماتي على الضفة. وفي ناس تواصلوا معي من خارج فلسطين. نعم. وصلت رسوماتي للسعودية الحمد لله. يعني أنا في الوقت الحالي يعني ماشي في خطوات ممتازة للنجاح. نعم. اللوحات الموجودة بالضفة الغربية هي للمشاركة في معرض أو للمشاركة في معرض على مستوى يعني محلي، مثلا في الضفة، يعني متنقل. نعم. في جامعات مثلا. نعم. وأشياء زي هيك. وليش أنت ما تمكنت إنه؟ هو على سبيل ذكرك للسؤال أيضا، المعابر شكلت عائق كبير. من فترة يعني جاتني دعوة من تركيا. كانت للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان يعني بدهم قصة نجاح من قطاع غزة. نعم. فإجا وقت المؤتمر وأنا داخل قطاع غزة. فحالت المعابر دون اللي هو مشاركتي في المؤتمر. وبرضه اجتني دعوة من شركة في الضفة الغربية للتعاقد معي، والمعبر برضه منعني من هذه الأمور. نعم. فأنا كثير مشاكل يعني بتواجهني في مجال عملي الرسم بالحرق. أهم المشاكل اللي بتواجهني والصعوبات انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير. يعني هذا بتحول دون انه مقدرتي على انجاز الاوردرات المطلوبه مني، الرسومات يعني بتشكل عائق في انجاز الشيء المطلوب مني. وايضا اضافه المعبر هذا اكبر عائق يعني. بس انا الحمد لله يعني قدرت ان اوصل رسوماتي في ظل انه المعابر مشكل عائق كبير. وكمان شغله الجهاز اللي بشتغل عليه جهاز الحرق يعني محدوديته وارتفاع سعره.
هذا الإشي بشكل عائق كبير قدامي. نعم جميل. وفي إقبال من يعني في الداخل الفلسطيني على شراء اللوحات هاي؟ هو في داخل قطاع غزة يعني بداية الأمر أنا تغلبت يعني في التسويق لرسوماتي، لكن مع الاستمرارية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر رسوماتي لقيت إقبال كبير. تكلفتها عالية؟ هو التكلفة حسب مثلا الجهد اللي بتاخده معي نوعا ما عالية. نعم. مقارنة يعني بالوضع الاقتصادي اللي احنا بنعيشه في قطاع غزة فتقريبا عالية. نعم. لكن في إقبال في الخارج بشراء هاي اللوحات. طبعا بيطلبوا منك بعض الرسمات الخاصة والأمور الخاصة ببعض حسب كيف طلب الزبون. مثلا في الخارج وفي الداخل في إقبال. يعني أنا الفترة الحالية الحمد لله في إقبال كتير منيح عندي في الداخل. يعني بديت أنتشر بشكل كتير منيح، لأنه زي ما أنت شايف فن جديد وإشي يعني نادر الوجود، ومش الكل بيتقنوه، وأشخاص أقل اللي بيشتغلوه على مستوى فلسطين. نعم. ومش مش الكل يعني بالإتقان اللي أنت شايفه. تمام. ففي عندنا في الداخل إقبال، وايضا برضه من الخارج. يعني من الخارج يعني الاقبال كثير منيح برضه. نعم. طبعا اللي في الخارج بيدفعوا اكثر اكيد. هذا شيء اكيد. قديش تقريبا يعني ثمن اللوحه، ولا حسب الرسمه كيف ممكن؟ هو حسب حجم الرسمه. يعني ممكن اذا كبر الحجم انا بتزيد عندي التكلفه لانها بتحتاج وقت وجهد اكثر، ويعني فبناء على هيك يعني انا بحدد بالحجم السعر. الموجود امامنا، بالحجم الموجود امامنا يعني بحدود من 100 ل 150 شيكل وهيك شيء. جميل. يعني انا بالمناسبه الرسم بالحرق هو مجال عملي في الوقت الحالي. نعم. يعني بعد تخرجي من الجامعه وهيك امور، فتوجهت لتنميه موهبتي بالرسم واستغليتها كمهنه حاليا. قدرت من خلالها اتغلب على البطاله الموجوده داخل قطاع غزه. جميل. وهذا شيء يعني الحمد لله انا بعتبره نجاح بالنسبه لي. اكيد طبعا. جميل جدا. في الكثير يعني اي نعم صعب انه نحكي انه في او نسبه البطاله المرتفعه في قطاع غزه، انه الشباب محتاجين كمان يحاولوا. صحيح. حتى كمان يعني شرف المحاولة كمان هذا شيء كتير منيح، رغم انه احنا حتى نكون صريحين في موضوع انه نسبة البطالة مرتفعة والفقر مرتفع والاحوال الاقتصادية صعبة، لكن في الكثير من الشباب الفلسطيني بيحاول حتى يوصل الى او يحقق طموحه. أكيد. وكمان الان اصبح لك دخل، يعني كانت موهبة عندك؟ اكيد كانت موهبة وحاليا هي مهنة. جميل. يعني انت درست فنون؟ انا درست تربية تعليم اساسي. تربية تعليم اساسي. كيف يعني هي بعيدة معك؟ كل البعد عن مجال دراستي. كيف بدأت معك؟ هو بداية الأمر يعني أنا تدربت في مشروع. نعم. هذا المشروع كان في مجال اللي هو الحفر والحرق الخشب. نعم. بس الحرق كان جزئية بسيطة يعني. فأنا كانت عندي موهبة الرسم، نميتها داخل هذا المشروع يعني لمدة 6 شهور. بعد هيك لجأت إني أقدم وظائف لشهادتي وهيك أمور ما زبطش معي. حكيت لا، لازم أنا أستغل الجانب اللي هو الموهبة، ممكن هذه في يوم من الأيام تلزمني وتصير المهنة. فالحمد لله قدرت اتغلب على الواقع وصارت فعليا هي مهنه الي، يعني توفر لي الدخل ومش محتاج يعني الحمد نعم. لله. جميل. والله انا بنبسط من الشباب اللي بيحاول. اكيد. وانا يعني بتحدى كمان المعيقات. اكيد انا يعني بوجه رساله للشباب انهم يتحدوا الواقع، ينموا قدراتهم في جوانب معينه، ما يقتصروش على الجانب الاكاديمي دراستهم الاكاديميه. يعني في ظل الوضع اللي احنا بنعيشه لازم ينموا مواهبهم وقدراتهم في مجالات معينة. نعم. جميل. كيف اكتشفت انت انه عندك موهبة الرسم؟ هو موهبة. كيف سعيت؟ انا بدي الشباب كمان يتعلموا او حتى كمان الفتيات. هو موهبة الرسم انا عندي من الصغر، بس صراحة ما كنتش مركز عليها التركيز الكافي. لكن بعد التخرج صار يعني ان انا بدي اشغل حالي بشيء مفيد. نعم. اقدر من خلاله يعني اوفر لنفسي دخل، يعني اشغل وقت الفراغ اللي عندي. صار عندي وقت فراغ كبير، لا انا بدي اشغل حالي بشيء مفيد. فنميت قدراتي في مجال الرسم. بداية الأمر كان الإشي صعب علي. بحكي لك يعني أنا مثلا سنة أو سنتين، ولحد السنة الثالثة لما قدرت أتغلب على اللي هو الصعوبة اللي عندي. الحمد لله أنا حاليا تقريبا في السنة الرابعة. هذه السنة الرابعة يعني بتدخل علي دخل منيح. حاليا هذه مجال السنة هذه تعتبر يعني السنة اللي بأشتغل فيها في مجال الرسم بالحرق. حققت انتشار كتير منيح على مستوى قطاع غزة. في فترة بسيطة برضو وصلت رسوماتي للضفة. نعم. يعني هذا الاشي كتير أنا بعتبره نجاح بالنسبة لي، وإن شاء الله طموحي في الأيام القادمة يعني إن أنا أشارك في معارض دولية أمثل فيها اسم فلسطين كفنان فلسطيني، أمثل فيها قضيتنا الفلسطينية. يعني الجوانب عندي متعددة للنجاح إن شاء الله. جميل. جميل جدا. بتابع بعض الفنانين العالميين هو الملهمين لك بالرسم؟ أنا بتابع صراحة فنان عالمي اسمه كيلفن. هذا برسم بالفحم. طبعا الرسم بالفحم
بداية لازم تتعلم عشان تقدر تصل للرسم بالحرق. الرسم بالحرق اعتقد يعني اقل اللي بيستخدموه على مستوى العالم، لانه زي ما حكيت لك هو يعتبر رسم بنار. يعني ممكن في له زي ما له جوانب سليمة، ايضا له جوانب اللي هو سلبية. نعم. ممكن يأثر على الصحة، على على النظر، وبرضه زي هيك. نعم. جميل. وطموحك وين شايف خليل؟ هو صراحة طموحي يعني أنا حاليا على المستوى المحلي يعني حابب أشكل إن أنتشر بشكل أكبر من هيك. ولكن طموحي المستقبلي يعني إني يصل اسمي لمستوى عالمي، تصير رسوماتي تنباع أو تنطلب مني على مستوى عالمي. طموحي مش محدود على مثلا نقطة معينة، طموحي واسع جدا. طبعا بتشتغل على موضوع إنه توصل للعالمية؟ أكيد. كيف بس تشتغل على هذا الجانب؟ عن طريق مواقع التواصل. يعني أنا بتواصل مع ناس من الخارج، يعني كتير ناس حتى هم بتواصلوا معي لما بيشوفوا رسوماتي، بصيروا بدهم حسابي الشخصي، بدهم رقمي الشخصي، يتواصلوا معي يطمنوا أنا مثلا كيف برسم، يعرفوا مثلا أنا إيش طموحي، ممكن نقدم لك مساعدات، بدك إشي، محتاج إشي، ناقص عليك إشي. فكتير ناس يعني الخير لا زال موجود فيها. نعم. فعن طريقهم إن شاء الله ممكن أصل للعالمية. جميل. في دور أو الأماكن اللي بتهتم بالفنانين والرسامين والأمور هاي خارج الوطن، في تواصل معاهم حتى؟ هو سؤالك مهم كتير يعني. نعم. على مستوى فلسطين صراحة المؤسسات الفنية أو وزارة الثقافة يعني بتعاني من قصور في الاهتمام بالشباب اللي عندهم مواهب. يعني أنا من خلال سؤالك بحب أوجه لهم رسالة إنهم يركزوا على المواهب الشابة، ينموها، يوفروهم مثلا الإمكانيات المطلوبة على مستوى عالمي. أكيد يعني على مستوى دول عالمية بيهتموا في هيك مواهب، لكن حتى الآن أنا ما قدرتش أتوصل لمؤسسات على مستوى عالمي أو أصل لها وأتواصل معها، لأنه صراحة حاليا مركز على المستوى الداخلي. ماشي خطوة خطوة، وإن شاء الله أصل للي بدي إياه. جميل. أنا بدي أعطيك فكرة، تفضل. أحكي لك فكرة على موضوع كيف ممكن توصل يعني أو كيف بعض المؤسسات الدولية اللي موجودة في قطاع غزة حتى كمان يتم التعرف عليهم. في بعض الشخصيات الاعتبارية اللي موجودة في العالم إلها مكاتب موجودة في قطاع غزة. لو رسمت الشخصية هاي أو رسمت العلم أو اللوجو أو العلامة الخاصة بهاي المؤسسة وأهديتها لهم، راح يكون كمان هو فعليا أنا الأمور اللي أنت حكيت عليها أنا مشيت فيها، بس على مستوى فلسطين رسمت شخصية الرئيس أبو مازن. نعم. وأعتقد وصلت له، لأنه وصلتها عن طريق محافظ مدينة غزة. نعم. بس لحتى الآن برضو ما لقيتش النتائج المجدية. نعم. بس إن شاء الله شوي الأمور يعني بتكون أكيد باتجاه أكيد. الأفضل. فيش إشي يعني اسمه مستحيل، يعني هذا المستحيل أنا شايله من طريقي، والحمد لله إشي وبصل للي بدي إياه. جميل. بتحاول تعلم شباب آخرين؟ هو كتير تواصلوا معي لحتى أعلمهم، لكن صراحة ما عنديش وقت فراغ إن أنا أعلمهم، لكن في مخطط المستقبلي راح أعطي دورات في المجال. بصراحة أنت ما عندكش وقت ولا أنت مش حابب تعلم؟ لا أنا ما عنديش وقت للأسف، لأنه حضرت قناة الكوفية تواصلوا معي يمكن تقريبا 5 مرات حتى يقدروا يعملوا معي لقاء. بالمناسبة نعم. لا أنا بشوفش حالي على حدا يعني. بس الفكرة وين إنه أنا زادت عندي الطلبات، زاد عندي الأوردرات، يعني أنا محتاج لحدا يكون مثلا يساعدني، فاهم علي؟ فهان الفكرة يعني كل ما يتواصلوا معي أحكي لهم والله صراحة أنا عندي ضغط في الشغل، إن شاء الله لما أفضى بتوجه لكم. أنا فعليا سبت الشغل اللي فيه وجيت. جميل. أتمنى لك كل التوفيق يا خليل. الله يسعدك محمد، تحياتي. ويعني رسمك رائع والدقة لا متناهية موجودة بالرسم. أنت بتحكي رسم بالحرق، يعني أي يعني خطأ بتكون نار في إيدك. يعني رسم بالنار. شكرا لك خليل. أتمنى لك كل التوفيق. خليل سرور فنان التشكيل، وإن شاء الله بتوصل للعالمية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الكثير من الشباب الفلسطيني المواهب مثل ما حكينا مواهب يعني تطمح أن تصل إلى العالمية، وهي عالمية بالتأكيد، لكن محتاجة إمكانيات. الحصار المفروض على قطاع غزة أثر بشكل كبير وعميق على الكثير من المبدعين في فلسطين بمنعهم من التواصل مع المؤتمرات الدولية والورشات والتدريبات وكل ما يدور في هذا الفلك لتطوير أداء الفنانين الفلسطينيين. نتمنى من المنقسمين يعني يتم إنهاء الانقسام وفك، حتى يتم إنهاء الحصار أيضا المفروض على قطاع غزة، حتى كمان المبدعين يأخذوا حقهم بالسفر وبالتنقل وبتبادل الخبرات والوصول إلى العالمية، حتى يتم تمثيل فلسطين على أكمل وجه.
هيك مشاهدينا نكون وصلنا لختام فقراتنا لهذا الصباح من صباح الكوفية. كل يوم جديد وفقرات جديدة وضيوف أيضا مميزين. بإمكانكم متابعة البرنامج الصباحي الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القدس المحتلة، أو كمان 5 دقائق على اليوتيوب ببحث برنامج صباح الكوفية حتى يتم مشاهدة كافة فقراتنا لهذا اليوم. هذه التحية مني أنا محمد الساوفري ومن طاقم العمل. الدين لله والوطن للجميع. إلى اللقاء. 2 مليون نسمة.